الحمد لله رب العالمين. يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. ها هي أيامنا يا ابن آدم تمضي والحياة قطار، تمشي سريعا كما شاءت لها الأقدار. نحن ضيوفا والحقيقة إنه لا بد يوما من أن يأتي المشوار. مرحبا وأهلا بشهر الصيام يا حبيبا يزورنا كل عام، يغفر الله لنا بفضله ويزيدنا من عطاياه الجسام. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هو القائل: تصفد الشياطين في أول ليلة من رمضان، وتهرب الجن، وتغلق أبواب النار، وتفتح أبواب الجنان. ولله عتقاء في كل ليلة من النار. محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من مشى في هذه الدنيا على قدمي. يا باسط المعروف جامعه، يا صاحب الإحسان والكرم. تاج على رؤوس الرسل قاطبة، صادق الأقوال والكلم. ثابت الميثاق حافظه، يا طيب الأخلاق والشيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ورضي الله عن سادات ديننا وأكابر أئمتنا بالحق، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أتانا رمضان ليطهر نفوسنا من الفساد، فمن زرع حبوبا وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أدوا حقوقكم فهذا يوم أيضا من أيام المعاد. فيا رمضان قلوبنا تشوق وصبرنا مشوق لجلال أيامك ولياليك. دارت أيها الإخوة عجلة الزمان بسرعة، وإذا بباغي الخير يقبل وباغي الشر يقصر. يقول لكم: أنا رمضان، أنا مشرق الأنوار في قلوب مظلمة، مالئ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. دمعة العاصي خلة لمن عصى، سجدة الملهوف تستجدي من ربها الرضا. رحمة الباري صارت نحو قطار من نجا، نفحة من فيضه جل وعلا. قوة الإيمان سترونها في غزة الصابرة، نجدتي لها تشكو جراحا في هذا الشهر غايرة. نخوتي لكم ولهم أصحاب القلوب الطاهرة. أيها المؤمنون، هذا هلال الصوم قد دنت ولادته واقترب عنفوانه، وحضرت أيامه وطرقت أبوابه، فالأعناق ترقبه والأيام تقربه. فهذه آخر جمعة في شعبان الذي بدأ يلملم أغراضه ويطوي أوراقه ليرحل، فقد حانت ساعة الرحيل يا شعبان. ليأتينا من بعدك له رمضان من له قلوبنا له مشتاقة، فمنذ زمن نترقب نحن إشراقه. روحانيات من المولى سترونها أيها الأخوة دفاقة. صفوا قلوبكم بأدمع محراقة، ولا تنسوا الفقير والتمسوا أهل الفاقة. كم من يتيم معدم شكا ويشكو لكم إملاقه. فيا رب اجعل بيارق النصر في غزة وبلاد المسلمين في هذا الشهر دفاقة. فمن بقي على قيد الحياة منكم فليغتنم أوقاته، واجنوا الثمار وتعرضوا في هذا الشهر لنفحاته. أيها الإخوة، هذه جوهر ولؤلؤة العام. يا قاصدين البحر الهمام،
يا عيونا جفت دموعها يقظة لا في منام، يا قلوبا أقسى من حجارة جبل، رقي ورقي واغلقي باب الكسل، ما هي إلا ساعات ويفتح ربنا لكم باب العمل. أيها الأخوة، تذكر كتب التاريخ أن الإمام الزاهد العابد إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله كان يجلس مع أصحابه، فمر عليهم صديق حميم ولم يلقي عليهم السلام، فقال أحدهم: هل رأيت يا إبراهيم كيف مر صاحبك ولم يلقي السلام علينا؟ فقال إبراهيم: لعله مكروب. فلحق به إبراهيم وقال: ما لك يا أبو فلان مررت بمجلسنا ولم تلقي السلام؟ فقال: معذرة يا إمام، والله أنا مشدوه ومكروب، لأن امرأتي الآن في حالة وضع وولادة وليس عندي والله ما يكفي حاجتها. فرجع إبراهيم الأدهم لأصحابه وقال لهم: ظلمناه مرتين، مرة حين ظننا به ظن السوء، ومرة حين تركناه حتى احتاج ولم نسأل عنه. ثم اقترض إبراهيم بن الأدهم دينارين، فاشترى بدينار لحم وعسل وزيت، وأسرع يطرق بيت صاحبه. صاحت زوجته وهي تتوجع: من بالباب؟ فقال: أنا إبراهيم بن الأدهم، خذي ما عند الباب فرج الله عنك يا أمة الله. فلما فتحت الباب وجدت الحاجيات وفوقها دينار آخر، سمعها وهي تدعو وتقول: اللهم فرج كرب إبراهيم بن الأدهم كما فرج كربتنا، اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم بن الأدهم. إذن أيها الأخوة، بمناسبة هذه القصة، فكم مكروب عندنا سيدخل عليه رمضان وهم لا يجدون شيئا، ينتظرون مثل إبراهيم ابن الأدهم جديد يضع لهم الحاجيات وفوقها الدينار. كم من عفيفة وامرأة مكسورة الخاطر ضعيفة العيال ستلهج لكم بدعائها المكروب. أيها الأخوة، جبر الخواطر يقي من المخاطر، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم من محتاجين ومحتاجات، نازحين ونازحات، مهجرين ومهجرات، أياما ويتامى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا غذاء عندهم ولا دواء. هذا أيها الأخوة الجانب الأول من خطبتنا اليوم. وأما الجانب الآخر الثاني فيجب أن تتحدثوا فيما بينكم في هذا الشهر الكريم عما يفيد ويزيل الضغائن والأحقاد لإصلاح المجتمع والأسرة، لكي نهنأ بحياة حرة كريمة، وهذا من غايات الصيام. بلغوا أبناءكم إن إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخيك والرفق بالحيوان كلها من الصدقات. واعلموا إن ما بينك وبين الرحمن هين، ولكن مظالم العباد لا فكاك منها وعنها إلا بتوبة ناصحة وإعادة الحقوق إلى أهلها. وأما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا فكاك منها إلا في يوم الحساب. ونشير أيها الأخوة إلى حرمة احتكار السلع وتطفيف المكيال والميزان، فإن ديننا ليست شعارات، وإنما أيضا هو معاملات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الثانية اليوم أيها الأخوة هي توجيهات من الوقت السني بأن تساهموا مع أخوانكم في بقية المساجد بعموم المحافظة وربما في العراق في دعم غزة ماليا، وهذا أيها الأخوة أقل شيء ممكن أن نساهم ونشاركهم في جهادهم، لأننا لا حول ولا قوة. فسيدنا عثمان رضي الله عنه عندما حدثت المجاعة في المدينة تبرع ب1000 بعير محملة بالزيت والزبيب، الجمل بما حمل،
عذر رمضان، فقد سبقتك غزة بالصيام، فلا نقول لهم تهيئوا للصيام يا غزة، لأن أيامهم كلها أصبحت صيام. صبرا يا غزة على جبن وتخاذل العرب. كان رمضان شهر البطولات، ورمضان هذا شهر الطفولة التي تباد، والأمة في صمت رهيب وسبات. اللهم إنا نسألك السودان وغزة، اللهم إنا نسألك السودان وغزة وأهلها وبلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. ارفع ما أحل بنا وبهم يا قوي ويا عزيز. فك حصارنا وحصارهم، احقن دماءنا ودماءهم، ارحم موتانا وموتاهم، اقبل شهداءنا وشهداءهم، يسر أمورنا وأمورهم، فرج كربنا وكربهم. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.